الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايب قلبي. هنقرأ النهارده كلمات فيها مد بالألف مع فتح. يعني هقرأ الأول كلمات بالفتح وبعديها مد بالألف. هقرأ ثنائي وثلاثي وهقول لك تعمل مع ابنك ازاي. أولا أنا عندي ألف كسرة إي، ب كسرة بي، تاء كسرة تي، ساء كسرة سي، وهكذا لحد الشين بس. أرجع: ألف فتحة آ، ب فتحة با، تاء فتحة تا، ثاء فتحة سا، لحد الشين بس. أرجع: ألف ضمة أو، باء ضمة بو، تاء ضمة تو، ثاء ضمة ثو، لحد الشين بس. يبقى أنا خدت فتحة وضم وكسر. أنا كده براجع. أرجع هنا بقى هدي المد بالألف، فأعمل إيه قبليها؟ أدي الأول بالفتح كلمات بالفتح، كلمات بالإيه؟ بالفتح. طيب يلا يا مس إيمان كده ناخد. اقرأ معايا أول واحدة: ع، كبرها لكم شوية، ع بدا، عبدا، عبدا، عبدا. انزل تحت: سكنا، سكنا، ده طالب عندي في الحصة. سكنا، بملي الأول بالفتح وبعدين هنملي مد بالألف. سكنا. اللي بعدها: عرفا، عرفا، عرفا. اللي بعدها: شغالة. هو طبعا عامل العين في وسط الكلمة كده، ده كان في الأول خالص، فاحنا نقول له لا حبيبي، العين في وسط الكلمة بعمل 7 كده، بس ركزوا معايا. 7، رقم 7، وأقفله كده وأحط النقطة بتاع الغين. شغالة، شغالة. طيب أنا قرأت كتير كلمات بالفتح، بعديها هعمل إيه؟ هقرأ كلمات مد بالألف. يلا: باء، شايفين؟ بصوا بصوا بصوا، باء، بعمل كده بإيديا رجلي، باء، أطلع فوق لحد السما، باء، ري، وانطق تاني أخبي دي. يلا حبيبي: باري. اقرأ: عو، والله لا هتلاقيه بيقولك عو في ثانية، بارعو في ثانية. تاني: باريعو، باريعو. اللي بعدها: ساكي، تاني ساكي، انت الحرف الثالث ساكينو، وهكذا. هتلاقي ابنك صاروخ. تمام. ولو لسه ما عملتيش المتابعه والكومنت الجميل بقى والاشتراك، يا ريت تعملوه عشان انا بحبكم. تمام. باء، باري، راء كسره ري، باري، باري، باريحو. بسرعه يا حبيبي، باريحو. احسنت، بارك الله فيك. ابنك لازما يوميا يقرأ، لازما يوميا فتح مع مد بالألف. ده بالنسبة لكي جي 2، لكن كي جي 1 فتح بس، ضم بس، كسر بس. غا، خبي، شايفين؟ غا، خبيت. يلا اللي بعديها: غاري، أسرع، غاري، بسرعة، غارمو. أحسنت، غارما، برافو عليك. اللي بعدها: سا، أيوة، ساجي، ساجي، بسرعة، ساجينو. هتلاقيه والله صاروخ، والله لا هتدعيلي بعد ما تعرف طريقة القراءة دي. يلا حبيبي: ها، طا، فا، ها، جا، سا. احسنتم، بارك الله فيكم. طب مس ايمان احنا خلصنا المد بالالف، ناخد بعديه ايه؟ هتاخدي بعديه مس ايمان ضع دائره حول المد بالالف. هنا ابنك حط له ضمه مع مد بالالف، تنفع؟ لا. تنفع يا مس. جا، ينفع اقول جوا؟ لا ما ينفعش. جا، برافو عليك. ينفع سوا؟ لا. المد بالالف ما بيحبش الضمه، ما بيحبش الكسره، ما بيحبش الضمه، بيحب ايه؟ الفتحه. قا، ينفع؟ لا ما بيحبش الكسره. ما بيحبش الضمه، بيحب الفتحه. شا، ده نفعت يا مس ايمان. غا، برافو عليك. طب خدت مس بعد دائره حول المد بالالف، هناخد بقى حلل الى مقاطع صوتيه. عابرو، لازم قبل محلل اقرا، لازم عابرو على بعضها، عابرو. يلا حبيبي قطع المد معلي قبله. باء كسرة، بي، عابي، والراء لوحدها، كل واحدة في ايه؟ في بيتها، بس المد معلي قبله، لازم يمسكوا ببعضيهم عشان هو ضعيف. اقرأ: خا، دي، مو.
على بعضها خاضنوا، واروح كاتبه حلل عادي خالص المد مع اللي قبله، بعدها مد بالالف يبقى يقفوا مع ايه، مع بعضهم. يلا اللي بعدها عادلوا، والله ما هتحتاجي درس لو تابعتيني، والله ما هتحتاجي درس. اي حاجه انت عايزاها اكتبي بس كومنت كده وانا معاكم في اي حاجه انتوا تحتاجوها باذن الله، اعرف اقدم لكم المساعده باذن الله رب العالمين. يبقى خدنا فتح وضم وكسر، خدنا ثنائي وثلاثي، خدنا قطع دائره، وحل الانقطاع الصوتيه. ابنك محتاج حاجه؟ لا، ده لسه كمان اهو. بصوا ثنائي في وثلاثي تاني، هنقرا تاني اهو، كل ده يتقرأ تاني. شايفين المنظر؟ لو ابنك كل يوم عمل كده، خد حاجه بسيطه كده، هتلاقي الدنيا زي الفل. بس خلي بالكم ده ما تجوش على حصه واحده، ده بتوع على حصتين بالظبط. ادي حصه ودي كانت حصه، مع القراءه المستمره، مع التحليل المستمر، مع الاملاء المستمر. شايفين المنظر؟ كل ده كده املاء. شايفين المنظر؟ هنا بقى دخلنا على السكون. خلاص، اهم حاجه بس ركزوا لي في ده، والحصه الجايه ان شاء الله نقرا تاني. استنونا في فيديو تاني. متنساش الاشتراك في القناه واللايك والشير والمتابعه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تابعوني على الفيسبوك مس ايمان الصح. السلام عليكم.